أهلا بيكم يا جماعة. كتير مننا بيعاني من مشاكل زي القشرة اللي متخلص أو حبوب بتظهر فجأة في الوش والجسم ومش عارفين سببها إيه. النهاردة هنغوص في تفاصيل واحد من أشهر الحلول للمشاكل دي، وهو شامبو نيزا بيكس. هنعرف إيه هي المشكلة من أصلها، والأهم إزاي نحلها بالطريقة الصح. القشرة المحرجة، الحبوب العنيدة، مشاكل شكلها مختلف، بس يا ترى فكرتوا قبل كده إن ممكن يكون السبب وراهم واحد؟ في الشرح ده هنكشف مين هو المتهم الحقيقي ورا كل ده، وإزاي نقدر نتغلب عليه بفعالية. ودي الأجندة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بتحديد مين هو العدو، بعدين هنعرف الحل العلمي ليه، وهنشوف إزاي نيزان دي بيكس هو الأداة المناسبة. وطبعا هنتكلم عن طريقة الاستخدام الصح والأمان والآثار الجانبية، وفي الآخر هنعرف إمتى بالظبط لازم نرجع لدكتور متخصص. طيب، يلا بينا نبدأ الرحلة. قبل ما نتكلم عن العلاج، مهم قوي نعرف إحنا بنحارب إيه بالظبط. المتهم بتاعنا هو كائن صغير جدا اسمه فطر ملاسيزيا، والمفاجأة هنا إن الفطر ده عايش على جلدنا كلنا بشكل طبيعي تماما. يعني المشكلة مش في وجوده، المشكلة بتبدأ لما يحصل خلل في التوازن والفطر ده يتكاثر وينمو زيادة عن اللزوم. تخيلوا معايا إنه نظام بيئي صغير على جلدنا وفجأة خرج عن السيطرة. هنا بقى بتبدأ كل الأعراض المزعجة تظهر. بما إننا عرفنا إن السبب هو فطر، فالمنطقي إن الحل يكون في مادة مضادة للفطريات. وهنا بيجي دور البطل بتاعنا في القصة دي، المادة الفعالة اللي بتهاجم المشكلة من جذورها. المادة دي هي الكيتوكونازول. ببساطة شديدة ده هو السلاح المتخصص اللي بيقدر يستهدف فطر الملاسيزية ده تحديداً ويقضي عليه، وهو المكون الأساسي اللي موجود في شامبو نيزابيكس. طيب، إزاي بيشتغل؟ تخيلوا معايا إن الفطر ده كائن عايش جوه بيت، والبيت ده الحيطان بتاعته معمولة من مادة معينة اسمها الإرجوسترول. اللي بيعمله الكيتوكونازول إنه بيدخل يمنع الفطر من إنه يبني الحيطان دي، فطبيعي من غير حيطان قوية تحميه البيت بيقع والفطر بيموت. بسيطة خالص. تمام، دلوقتي فهمنا العلم ورا الموضوع. خلينا بقى نربط الكلام ده بالمنتج اللي بنتكلم عنه النهاردة، شامبو نيزابيكس. شامبو نيزابيكس هو الأداة اللي بتوصلنا المادة الفعالة دي، الكيتوكونازول، بتركيزها القوي اللي هو 2% مباشرة للمكان اللي فيه المشكلة، سواء فروة الراس أو أي مكان في الجسم. يعني هو اللي بيخلينا نطبق الحل العلمي ده بطريقة سهلة وعملية. يبقى نيزابيكس بيعالج إيه بالظبط؟ بيعالج القشرة العنيدة والتهاب الجلد الدهني اللي بيعمل إحمرار وقشور، والتينيا الملونة اللي بتعمل بقعة في الجسم، وحاجة مهمة جدا ناس كتير بتتلخبط في تشخيصها، وهي حب الشباب الفطري. وهنا بقى نيجي لأهم جزء في الشرح كله. مش كفاية إننا نجيب المنتج الصح، الأهم إننا نستخدمه صح. الطريقة الصح هي اللي بتفرق بين نتيجة ممتازة ومفيش نتيجة خالص. استخدام الشامبو ده مش زي أي شامبو عادي بنستخدمه كل يوم، لأ، دي خطة علاج ليها مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الهجوم، ودي نستخدم فيها الشامبو بشكل مكثف عشان نقضي على الفطر. بعد ما المشكلة تتحل بنبدأ المرحلة التانية، وهي مرحلة الوقاية، ودي عشان نضمن إن المشكلة ما ترجعش تاني. والجدول ده بيلخص الخطة كلها. بصوا معايا، لو المشكلة قشرة أو التهاب دهني، مرحلة العلاج بتكون مرتين في الأسبوع لمدة من أسبوعين ل4 أسابيع. بعد ما نلاقي تحسن بنقلل الاستخدام لمرة كل أسبوع أو كل أسبوعين كوقاية. أما لو الحالة تانية ملونة، فالعلاج هنا بيكون مكثف أكتر، مرة كل يوم لمدة 5 أيام. خطوات الاستخدام نفسها سهلة، لكن في خطوة واحدة هي سر النجاح كله. الخطوة رقم 3، لازم وأكرر، لازم نسيب الشامبو على المنطقة المصابة لمدة من 3 ل5 دقايق. ليه؟ لأن ده الوقت اللي الكيتوكونازول محتاجه عشان يشتغل ويقضي على الفطر. لو غسلناه على طول يبقى كأننا ما عملناش أي حاجة. طبعاً أي منتج علاجي لازم نكون عارفين كل جوانبه بما فيها الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل. المعرفة دي بتخلينا نستخدم المنتج وإحنا مطمنين. وده سؤال طبيعي جدا ومهم، والإجابة هي زي أي علاج ممكن تحصل بعض الآثار الجانبية، لكن الخبر الكويس إنها في الغالب بتكون بسيطة وموضعية. أشهر حاجة ممكن تحصل هي شوية جفاف في الشعر أو فروة الراس، أو يمكن إحساس بسيط بحرقان أو حكة. وبخصوص موضوع تساقط الشعر اللي بيقلق ناس كتير، مهم نعرف إنه تم تسجيل زيادة مؤقتة في التساقط عند نسبة قليلة جدا من الناس، يعني أقل من 1% في التجارب، وغالبا الوضع بيرجع لطبيعته. طيب، سؤالين بيتكرروا دايما: ينفع استخدمه على وشي عشان الحبوب؟ وهل فعلا بيوقع الشعر؟ والإجابة هنا محتاجة تركيز. ينفع نستخدمه على الوش بس لعلاج حب الشباب الفطري فقط.
المهم نفهم إنه مش غسول يومي للوش خالص. الاستخدام الزيادة عن اللزوم هو اللي بيسبب جفاف شديد للبشرة وفروة الراس، والجفاف ده ممكن يضعف بصيلات الشعر ويؤدي لتساقطه. يعني باختصار السر كله في الاستخدام الصح والمعتدل. ودي معلومة مهمة جدا بتطمن ناس كتير. بناء على مصادر موثوقة زي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، استخدام الشامبو ده يعتبر آمن في فترات الحمل والرضاعة، والسبب إن الكمية اللي الجسم بيمتصها عن طريق الجلد بتكون قليلة جدا لدرجة إنها مش بتشكل أي خطر. وصلنا لآخر نقطة، وهي نقطة مهمة جدا. لازم نعرف إمتى نقول كفاية علاج منزلي ولازم أستشير دكتور متخصص. القاعدة بسيطة وواضحة: لو استخدمت المنتج بانتظام وبالطريقة الصح لمدة 4 أسابيع ولسه مفيش أي تحسن، أو لو حسيت بتهيج شديد أو لو حالتك بتسوء، يبقى لازم توقف فوراً وتروح لدكتور جلدية. وطبعاً لو من الأول مش متأكد من التشخيص، الدكتور هو الوحيد اللي يقدر يفيدك. يعني ببساطة، الأعراض العنيدة دي ممكن تكون علامة على إن في مشكلة أعمق محتاجة تشخيص دقيق وعلاج أقوى من مجرد شامبو. الشامبو ده ممتاز لحالات كتير، لكنه مش حل سحري لكل المشاكل الجلدية. في النهاية المعرفة هي أقوى سلاح معانا. لما بنفهم جسمنا وإيه اللي بيحصل فيه بنقدر نتعامل مع المشاكل بشكل أفضل بكتير. لو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد وأضاف لكم أي معلومة جديدة، شاركوه مع أي حد ممكن يكون محتاج المعلومة دي. كلنا محتاجين نساعد بعض عشان ناخد قرارات صحية سليمة. شكراً جداً لمتابعتكم.